إن ما سحبتوا سفراءنا على الأقل من الدنمارك، إن ما قطعتموهم دبلوماسيا. إذا قال الاتحاد الأوروبي اللي يحارب الدنمارك يحاربنا فلتكن حربا، حنش خسرانين. حنش عندنا يا جماعة مساجدنا ما خلوها، مصاحفنا ما خلوها، نساءنا قتلوهم، أطفالنا ذبحوهم، إيش بقى لنا؟ رسول الله ترى بس هذا الذي بقي عندنا. إذا قائد الإسلام أي قائد من قادة المسلمين ما سحب السفير ولا أغلق سفارة الدنمارك في بلاده فهو يتحمل الإثم عند الله جل وعلا. شعوبنا إذا ما قاطعت كل واحد يتحمل الإثم عند الله جل وعلا يوم القيامة. إذا علماءنا ومشايخنا ما علموا الناس وقادوا الشارع الإسلامي يتحملوا ما يحصل بعد هذا. شوفوا التقرير، خلينا نذكركم ردة الفعل الأولى وخلينا نشوف الحين إيش راح يصير بالفعلة والجريمة الثانية. خلونا مع التقرير. فدا لرسول الله نفسي، فدا لأنفاسي أبي وأمي. يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله كلنا اليوم فداء. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. يا أمة محمد، يا أمة محمد، نبيكم يرى، نبيكم يرى، فماذا أنتم فاعلون؟ فماذا أنتم فاعلون؟ إلا رسول الله، إلا رسول الله، إلا رسول الله. لا لله للإسلام للقرآن للحرمات للرسل لم تغضب، فأخبرني متى تغضب. جارنا لا تخذلونا يا أهل الصحف والجنات، لا تخذلونا. فداه واسمعوا نبض قلوبهم يبلغ الكون صداه. لباغ نال منه مشرعا فينا مداه. هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه. أقزم تبت من خاصموه كيف غابوا عن هداه. كيف نالوا من عزيز شاد مجدا وشداه. أي روح وفؤاد ضمها منه رداه. من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. أي روح وفؤاد ضمها منه رداه. من ثرى مكة فاض النور يجتاز. أجل هذا النبي مات 70 في غزوة أحد، منهم رجل اسمه سعد بن الربيع رضي الله عنه، أنصاري صحابي. بحثوا عنه بين الجرحى وجدوه يحتضر آخر لحظات عمره، فقالوا له إن رسول الله يبلغك السلام. كان الرسول يدور عليه. سعد بن الربيع، احفظوا الاسم، اسمه سعد بن الربيع. إن أدخلنا الله الجنة فسلوا عن هذا الرجل. فقالوا له إن رسول الله يسلم عليك ويقول كيف تجدك؟ قال أبلغ رسول الله مني السلام وأخبره أني أجد ريح الجنة. شم الجنة وهو على الأرض، رائحة الجنة. لا يستهزئون في بعض مسلسلاتهم إني أجد ريح الجنة دون السفارة وكلام الفاضي، عيب. قال الرجل إني أجد ريح الجنة. فقال ثم قال سعد بن الربيع لقومه الأنصار، قال اذهب إلى قومه الأنصار، وأنا أقول اذهبوا إلى أمة الإسلام اليوم وقل لهم لا خير فيكم، لا خير فيكم إن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. إذا فيكم واحد حي ووصلوا إلى رسول الله ترى هذه الأمة ما فيها خير، أمة ليس فيها فائدة. وصلوا إلى رسول الله. برلين عندها الآن نية تعتزم عرض مثل مسرحية في دار أوبرا في برلين. أوقفوا العرض خوفا، الشرطة قالت احتمال تصير مظاهرات، احتمال يصير شيء في برلين، احتمال المسلمين يحتجون. فجاءت مستشارة ألمانيا ميركل قالت لا، هذا خطأ إلغاء العرض ولا بد أن يعرض. شوفوا قاداتهم يتدخلون، قاداتهم ومستشاروهم السياسيون ينصرون دينهم ويحاربون ديننا. حنا نقول حق قاداتنا يا ليتكم شوية تلتفتون لنا، يا ليتكم شوية تلتفتون لهذا الدين. قالت لازم يعرض، وفعلا احتمال يعرض في شهر ديسمبر، شهر 12 القادم. احتمال تعرض مسرحية في دار الأوبرا فيها استهزاء بنبينا محمد
صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نقول يا أمة الإسلام ماذا أنتم فاعلون ونبينا يهان. أظن معنا اتصال. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ طلال. الله يحفظك. الله يبارك فيك. الشيخ طلال العامر معنا على الخط. تفضل شيخ عشان الوقت تدش على طول في موضوع. الله يحفظك. الله يجزيك خير يا شيخ نبيل على هذه المساهمة الكريمة وعلى هذه النصرة التي مؤخرا بدأت تندر يعني في وسائل الإعلام المختلفة. كان في هناك هجمة شرسة كما هو معلوم لديك ولدى الأخوة المستمعين والمشاهدين، لكن خفت هذه الجدوى وهذه العاطفة مؤخرا، وكأن الناس ينتظرون أن تثار هذه الفتنة من جديد وأن تكون هناك رسومات وما إلى ذلك لكي ينهضوا من جديد في هذه النصرة. أنا حقيقة إن كان من مشاركة أشارك فيها، هي نقطة ربما لم يتحدث فيها الكثير من الناس، وهي مسألة صحيح تتقزز النفوس والقلوب والعقول مما يثار في بلاد الغرب حول النبي صلى الله عليه وسلم من كتابات وما إلى ذلك، لكن مما يثير الاشمئزاز أكثر لو أن الناس اطلعت وقرأت وتفهمت أكثر وشافت واطلعت على ما يكتبه النخب سواء كان في الصحف أو في الكتب أو في الجرائد، لوجدوا أن هناك ما هو أنكى من مجرد صور يرسمها أو يكتبها أو مقالات صحفية يكتبها من لا يؤمن بهذا الدين، وهو عندما يكتب أبناء هذا الدين ما يعني يحاولون من خلاله التنكيل بهذا الدين. عندما نعلم أن هناك كتاب ينتشر في عدد من الدول العربية يتهجم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنته والتقليل من شأنها، ويعتبرها عبارة عن تجربة تاريخية حدثت في التاريخ وينبغي التجاوز عنها، ويعتبرها أنها أصولية توافق زمنا تاريخيا، فالنص بالنسبة له عبارة عن نص تاريخي ينبغي تجاوزه، ينبغي الاهتمام والعناية بتجارب الآخرين وتقديمها حتى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عفوا شيخ طلال، المؤلف الكتاب هل هو يعني مسلم ولا غير مسلم؟ مؤلف نعم، أغلب هؤلاء الكتب مؤلفينها مسلمين وتنتشر في البلاد العربية والإسلامية وبالذات في الدول الخليجية. أنا كنت في زيارة إلى إحدى دول الخليج فأشاهد كتابا اسمه القرآن وكفى، فالعنوان جميل براق، فإذا به أفاجأ بأن هذا الكتاب مليء إن صح التعبير الرد على السنة النبوية، واعتبار أن فيها نصوص متعارضة وينبغي إلغائها والاكتفاء بالقرآن الكريم، واعتباره هو المصدر الوحيد للتشريع الإسلامي. طيب شيخ طلال عفوا عن المقاطعة، نعم. الآن الهجوم على الإسلام في كل مكان الآن، ومثل ما تعلم أن في معهد الآن أسس في أمريكا لمحاربة الإسلام فقط، هذا المقصد الوحيد لهذا المعهد. الآن تكاثرت الضباع على خراش فما يدري خراش ما يصيد، ولكن احنا ليش ركزنا على الدنمارك؟ صح. لأن يظهر شيخ طلال أن الضربة الأولى الدرس الأول الظاهر ما استفادوا منه ولا تعلموا منه أو ما كان بالحجم المطلوب أصلا. وأبيك تفسر لي شيخ طلال ليش الناس ضعفت الآن مرة ثانية، يعني مع أن الجريمة الثانية أقوى من الأولى يعني. صح. هو لبالغ الأسف احنا ننتظر البريق الإعلامي كأمة عربية وإسلامية، ننتظر ما يثار في الصحف، ننتظر الشريط الإخباري الذي يكتب. إذا فتر هذا الشريط الإخباري، إذا فترت هذه الصحف في إثارة في المانشيت العريض في الصفحة الأولى في الحديث عن هذا الموضوع وجعل من أولويات الدول، من أولويات الصحافة، من أولويات وسائل الإعلام، قد تنهض الأمة وقد تتجاوب معه. بعض الصحف يمكن علشان تبيع أكثر لابد من إثارة هذا الموضوع، بعض وسائل التلفاز ووسائل الإعلام لأن حديث الساعة فلا يمكن أن تتجاوزه، لابد من إثارته. لكن لما هبطت همم الناس، لما ما عادت يعني تلفت انتباههم، ما وجدوا جذوة تذكر شيخنا الفاضل شيخ نبيل أن كان في هناك ما يتحدثون عنه الناس عن مسألة المقاطعة. لما ذهبت إلى بعض دول الخليج، بعض الأجبان وبعض الكذا اللي كانت يعني في عليها ضغط شديد في موضوع المقاطعة، أجدها تباع في بعض الجمعيات وفي بعض المحار، ولا كأن موضوع المقاطعة قد بلغهم يعني أبدا. راح نرجع شيخ طلال لموضوع المقاطعة يعني بعد قليل ونذكر الناس فيه، لكن لنا الفاصل راح تداركنا الآن. نعم. أشكرك شكرا جزيلا شيخ طلال، وكنت على الخط أنت منذ فترة، وأشكرك لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. الله يبارك لنا اللقاء إن شاء الله شيخ طلال. الله يعزكم شيخ نبيل. الله يحفظك الله يحفظك. أما قضية المقاطعة، ترى اللوم مو على القادة أو على العلماء والمشايخ، اللوم علي أنا وعليك أنت وعليك أنت وعلى الأولاد اللي رجعوا مرة ثانية يشترون من هذه الدولة المارقة، من هذه الدولة اللي تحاربنا بأجبانها وزبدتها وعصيرها. يا جماعة راح نعيد مرة ثانية ونذكر بالمقاطعة، وأنا كان رأيي الشخصي وأعيد رأيي مرة ثانية، المقاطعة تامة وكاملة وأبدية. ليتعلموا الدرس جيدا. راح نرجع لكم مرة ثانية وماذا نفعل في هذه الظروف.
كونوا معنا لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. تقول عائشة رضي الله عنها: قام النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي فتوضأ وصلى، وبيت الرسول ترى ما يكفي شيء، يعني اللي شاف بيته عند المسجد إذا نامت في عائشة ما في مكان يصلي إلا أن تثني رجلها. تخيلتوا البيت؟ هذا بيته، مكان للنوم فقط. هذا بيته ليس فيه أحيانا حتى تمرح، أحيانا كان يربط على بطنه الحجر من شدة الجوع. هذا رسولنا. يأتي رسول كسرى يدور عليه أحيانا وينه؟ بين الصحابة ما يعرف من تواضعه. يأتي الأطفال الصحابة ويداعبهم ويلاعبهم ويسلم عليهم. 9 سنوات يخدم عنده أنس ابن مالك، يقول عمره ما قال لي لما فعلت هذا أو لما لم تفعل هذا. هذا رسولنا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تقول صلى فبكى حتى ابتلت لحيته، فركع فبكى، فسجد فبكى حتى بل الأرض تحته، فسمعته يقول: اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي. ترى قلب على الأمة، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أبي رسالة أوجهها للحركات الطلابية في الجامعات، في المؤسسات التعليمية، الاتحادات الوطنية، المجالس الطلابية. وينكم؟ وين الشجب؟ وين الاستنكار؟ وين الاعتصامات؟ وين التجمعات؟ وين المحاضرات؟ ترى هذه صح أن ما فيها نقص لرواتبنا، لكن فيها نقص لشرفنا وديننا وكرامتنا. يا جماعة، علماءنا مشايخنا خطب الجمعة لازم تهز المنابر. سوى اتحاد علماء المسلمين يوم سماه يوم الغضب لرسول الله، فما رأينا شيئا. يوم الغضب لرسول الله أغلب الخطباء ما تعرض أصلا للموضوع. ما نقول حدد يوم، لكن وين غيرتي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معنا اتصال. ألو. ألو. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ أسعد الله مساك شيخ نبيل. حياك الله. من معنا؟ وأسعد الله مساء الإخوة معك جميعا وجميع المستمعين. حياك الله شيخ بدر. معك أخوك أبو مبارك بدر الحجرة. حياك الله شيخنا أبو مبارك. تدري الوضع مأساوي وحنا ودنا نرحب فيك، لكن تدري شيخ أنت برحب فيك في كل وقت أصلا في هذا البرنامج. الله يحفظك يا شيخنا، يجزاكم خير ويعظم أجرنا وأجركم في هذه المصيبة. الله يبارك فيك. حقيقة لي مداخلة بسيطة إذا تتكرم لي. تفضل شيخ. الله يحفظك. حقيقة أنا ودي بس أذكر إخواني وأخواتي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أريد أن أتكلم عن رحلته إلى ثقيف عندما رموه بالحجارة وأدموا قدميه، ولا أريد أن أتكلم عن تضحياته الكثيرة وما فعل به عمه عندما كان يطوف على الناس ويذكرهم بالله فيقول أنا عمه تراه مجنون لا تصدقوه، وماذا ضحى فيه بالشيء الكثير. لكنني لعل البعض يقول يا أخي هذه أحداث حصلت وانتهت، لكني أريد أذكر إخواني وأخواتي بأمر لم يحدث بعد، وهو أننا جميعا نعلم أن الله سبحانه وتعالى توعدنا في ذلك اليوم العظيم الذي تشيب له مفارق الولدان، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الموقف العظيم وصوره الله لنا جل وعلا في مشاهد كثيرة. ولكني أريد أذكر إخواني وأخواتي بما ذكرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، أن الناس في أرض المحشر عندما يطول عليهم الوقوف في ذلك اليوم الذي مقداره 50,000 سنة، فيحصل لهم من الهم والغم والجوع والضيق ما الله سبحانه وتعالى به عليم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس عندما يبلغ منهم الجهد والهم والجوع والعطش وتزاحم أقدام الناس وكثرة النفس، يقول بعضهم لبعض ألا تنظرون من يشفع لنا؟ ألا تنظرون لنا من يخلصنا من هذا الموقف؟ فيقول بعضهم لبعض نذهب إلى أبونا آدم، فيذهبون إلى آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا إلى ربنا؟ فماذا يقول نبي من أنبياء الله، من المقربين، من المصطفين، يقول نفسي نفسي. شيخ مبارك المخرج يقول ترى الوقت راح يضيق علينا، فودي تذكر الشاهد الله يحفظك من الحديث. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية عندما يأتونه يقول يا ربي أمتي أمتي، فإذا كنا من أمة محمد ونريد أن نطمع بشفاعته فعلينا أن ننصره، علينا أن نقف معه، علينا أن نقاطع تلك الدول التي تسيء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والأمر يسير، الأمر بيدنا نحن جميعا، فلنتكاتف ولنتعاون ولنتعاضد من أجل نصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجزاكم خير على الله يجزاك الخير شيخنا، وأنت إن شاء الله تقود هذه الحملة إن شاء الله في مناطقكم وفي نسأل الله أن يعيننا وإياكم. الله يحفظكم يا شيخ، الله يبارك فيك. الله يحفظنا وإياكم يا رب. يا أخوة، ترى القضية مو مرتبطة بشيخ دين ولا بعالم ولا بإمام مسجد،
القضية لو طفل عمره 3-4 سنوات يعلق شعار ويقول حق أمه يما أنا بعد اليوم أي شيء في دنماركي لو والله من مركباته شيء من الدنمارك أف لهم، والله ما نأكلها إن شاء الله إلى أن نخرج من هذه الدنيا. والله لو اغتسلوا بماء البحار لن يغسل جريمتهم شيء. أمة وقحة تسمي سب الرسول حرية رأي، هذه محاكمهم. هذا رئيس التحرير من الجريدة التي قالوا اعتذر، وزعمت بعض الفضائيات وبعض الجرائد وبعض الناس قالوا إيه والله اعتذروا، وبعض المشايخ كانوا يقولون خلاص يا جماعة الناس اعتذروا وش تبون أكثر من كذي. لا زال إلى الآن يصر رئيس التحرير إن هذه حرية رأي ويمتدح حكم المحكمة. يا جماعة حنا أولا ليعرف الدنمارك وأهل الدنمارك أننا أصلا لا نقر قوانينهم، لا قوانين الدنمارك ولا قوانين دولية تعارض ديننا ما نغيدها أصلا. منو قال لكم حنا نعترف بمواثيق دولية تخالف شريعة رب العالمين؟ سواء سبيتوا رسولنا ولا أي رسول، نحن لا نقر بحرية مثل هذه الحريات ولا نعترف فيها، بل نكفر فيها أصلا. منو قال لكم نعترف فيها؟ هذا واحد. الشيء الثاني، نحن بريئين من كل قائد أو حاكم أو سياسي أو كاتب مثل ما يتفضل الشيخ طلال العامر أو كاتب يدعو لنسيان هذه الأمور وتلطيف الجو والتطبيع بيننا وبين الدنمارك. والله لا نؤيد ولا نرضى، وسوف نظل على مطالبتنا بحربهم ومقاطعتهم لتكون عبرة للأمم. أنا قلت لكم في المرة الأولى بدون جريمة ثانية، قلت لهم خلوا على الأقل سنة خلينا نشوف شو يصير، لكن يظهر السنة ما طولت. معنا اتصال. منو معنا؟ ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. معنا الشيخ وجدي غنيم. حياك الله شيخ وجدي، وآسف ترى على تأخير الله يحييك ويبارك في عمرك. كيفك يا شيخ نبيل؟ الله يحفظك شيخنا، الله يبارك فيك. وحشنا والله يا اخويا. الله يسلمك شيخ، الله يحفظك. اخويا الله يسترك ويكرمك. يعني انا ليا مداخلة بس بسيطة. تفضل. اللي هي ان احنا بنتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم تكون فيه 6 حاجات بالنسبة لنا معاه. رقم 1 الإيمان به، والإيمان معناه التصديق الذي لا يعتريه شك. نمرة 2 أنا مش هقول بأدلة، أنا بقول بسرعة بس عشان وقتي يعني. حبه صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وحديث رواه ابن حبان لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ومالي والناس أجمعين. 3 النصرة، أقف شوية بس عندها نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يا ناس اللي بتقولوا إحنا مؤمنين بالنبي، هو بس الإيمان وخلاص؟ طب ما إحنا عندنا سورة آل عمران، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول هو النبي صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم تعملوا إيه؟ لا تؤمنون به ولا تنصرنه. فين دي؟ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، يعني عهدي. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين ونحن كذلك من الشاهدين. الآية في سورة الصف يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. يبقى الإيمان والحب والنصرة، القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أكتر حاجة تغيظ أعداء الله إنك تتخذ النبي قدوة ليك عليه الصلاة والسلام. هم زي ما بيشوفونا كده، يشوفوا دقنك كده ولحيتك بسم الله ما شاء الله يتجنوا، إيه ده عامل في نفسه ليه كده؟ يشوفوا الأخت اللي لابسة الحجاب يتجنوا. هو دي الاتباع الحقيقي لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. 5 الطاعة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، سورة النساء. 6 الصلاة عليه الصلاة والسلام، دائما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح مسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. أما بقى حتة إن هم أعداء الله دول المجرمين بيعملوا كده مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ننساش أخي الحبيب دول أعدائنا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، سورة البقرة، حتى تتبع ملتهم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ننزل عليكم من خير من ربكم، سورة البقرة. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، سورة البقرة. سورة آل عمران وتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. المشكلة مش فيهم أخي الحبيب، المشكلة فينا. إيه اللي ودى بعض الشباب هناك عند الدنمارك عشان يقولوا إحنا رايحين نوضح وننيل؟ طب هم اعتذروا على اللي عملوه؟ ما اعتذروش. امال كنتوا رايحين تعملوا ايه؟ ايه اللي موديكم تقعدوا مع بنات شبه عرايه وبعدين تقولوا احنا كنا رايحين نعرض ومش نعرض؟ ولا اعتذروا ولا هيعتذروا، ودي شايف اللي حصل. لكن انا عايز اقول ان احنا السبب برضه. ليه؟ كل شويه يا اخي الحبيب حوار الاديان، حوار ايه وحمار ايه؟
احنا اللي بيقول حوار ده عايز ايه بالظبط؟ انا عايز افهم. يعني انا كمسلم اهو، انا مسلم مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، مؤمن بسيدنا عيسى وموسى. انت قاعد مع واحد مش مؤمن بنبيك، عايز ايه طيب؟ توصل لنقطه في النص ازاي يعني؟ يا اما انت تسيب دينك وده مش هيحصل، وهو مش عايز يعترف بنبيك، يبقى حوار ايه اللي كل شويه عمال نقوله؟ حوار الاديان حوار الاديان. ودي شفنا الماما بتاعهم في الاخر بيعمل ايه مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فاخي الحبيب القضيه محصوره في الاتي، احنا لازم نبقوا رجاله زي ما حضرتك بتقول، نقاطع، ايوه نقاطع، بس يبقى نفسنا طويل. واختم بالايه في سوره الانفال: ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. والله النصر لهذا الدين، وهو جاي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لكن أهو ذلك ولو يشاء الله، سورة محمد لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أشكرك شكرا جزيلا شيخ وجدي، شيخنا الفاضل، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة، ولعلك وضعت النقاط على الحروف وختمت. يعني كنا إحنا أصلا نبي نختم الحلقة بالنقاط الستة التي ذكرها الشيخ أو لخصها لنا ورتبها لنا. هذا هو المطلوب، ليس فقط نحب الرسول ينتهي الأمر، لا، طيعه، اتبعه، اتخذه قدوة، وانصره إلا تنصروه فقد نصره الله. يعني الله عز وجل ليس ترى بحاجتنا، نحن الذين بحاجة إلى الله عز وجل، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذا إحنا ما قمنا بنصرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فترفع اللافتات وتسير المسيرات وتعتصم الاعتصامات وتقاطع المنتجات ونفعل كل شيء من أجل حبيبنا عليه الصلاة والسلام، ولا يصير الدعاء بلا معنى. أحب رسول الله، وبعدين حبينا رسول الله ونمنا بالفراش، حبينا رسول الله وأكلنا أجبانهم وزبدتهم، حبينا رسول الله ورحنا صافحناهم، والله تبا لهم ولمن يؤيدهم ويساندهم. وأنا أقول لكم ترى القضية مو دنمارك بس. اللي يكتب مقالات في الجريدة إن الشيخ نبيل قاعد يجيش الناس وقاعد يهيج المشاعر وقاعد يفعل وهذا غلط، لا حبيبي استريح، ترى الناس أصلا هايجة بروحها، ما تحتاج نبيل العوضي ولا غيره، ولا الشيخ وجدي غنيم ولا بدر الحجرف ولا طلال العامر ولا غير المشايخ. الناس وصلت القمة من الهم والغم مما يصيب دينها. لكن شنو المطلوب نسوي؟ واحد، قاطع، اتبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أين حكام المسلمين والعرب؟ أين مجالس البرلمانات العربية؟ وين هي؟ أنا ما شفت الاجتماع الحقيقي لمجلس الأمة عندنا لأجل مقاطعة هذه الدولة المارقة، أو على الأقل استدعاء سفيرها، أو على الأقل طرده من هذا البلد. هذا أقل شيء نسويه. أنا ما شفت حركة جدية في الفعلة الثانية. في الفعلة الأولى الأقل شفت، في الثانية ما شفت. حتى في البرلمانات العربية أين تحركهم؟ أين مساعيهم؟ أم أن الأمر لا يعني أحدا من الناس؟ سوف نراها إن شاء الله. وماذا أيضا راح نكمل شنو الواجب علينا نسويه، لكن كونوا معنا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. يقولون حرية رأي، يكذبون طبعا. من شكك في مذبحة الهولوكوست شوف السووا فيه، ما قالوا حرية رأي. من يتكلم على الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو بعض السياسات الخرقاء أحيانا يحاسب بأن إرهابي متطرف، ما يقول حرية رأي. من يتكلم باسم الجهاد وهو ذروة سنام الإسلام على طول يسمون بأن إرهابي حتى لو كانت مقاومة شرعية. هذا ما يسمونه حرية رأي، لكن سبوا نبينا اسمه حرية رأي. تبا لهم والله. يا جماعة صحيفة استرالية الآن منزلة استبيان، استراليا حتى دشت على الخط. المصيبة شوف الدول الآن، لأنهن من يهن يسهل الهوان عليه. المصيبة أن الدنمارك يعني ليست من الدول العظمى في العالم، حتى تقف أمام 60 دولة إسلامية وتعاندها وتصر. يعني الغريب أن الدنمارك لو أني بليت بهاشميين خؤولته بنو عبد المناف لهان الخطب، لكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. لو دولة عظيمة قلنا يمكن يسوى، لكن شوفوا منو اللي قاعدة تقف أمام الدول الإسلامية؟ الدنمارك. يا جماعة مو قادرين أمامها نقف. ليش؟ لأن الاتحاد الأوروبي كشر عن أنيابه ونظر نظرة فيها غضب إلى قادة العالم الإسلامي، وقال لهم من ذيك الأيام، قال لهم ترى شوفوا اللي يعارض ويقاطع هذه الدولة فكأنما قاطعنا. وين الدول الإسلامية؟ استراليا الآن أحد الجرائد حاطين في الإنترنت، حاطين استبيان يبون ينزلون كاريكاتيرات تسخر في نبينا. فايش رايكم؟ توافقون ولا ما توافقون؟ يبون يشوفون الرأي العام، الرأي العام يوافق ولا ما يوافق؟ سبحان الله، صار نبينا يدخلون في استفتاء عام، تحبون تسبونه ولا ما تحبون تسبونه؟ سبحان الله. أين ابناء عفراء
في معركة بدر لما سمعوا ما شافوا، قيل لهم أن أبا جهل سب رسول الله. قالوا لهم الناس، هم شباب صغار دشوا في معركة بدر، قالوا سمعنا أنه سب رسول الله. عبد الرحمن بن عوف يقول ايش تبون فيه في معركة بدر؟ قالوا والله لئن رأيناه، إذا شفناه، لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. ما نعيش في أرض فيها رجل سب رسول الله. شباب صغار يا أمة 1,300,000,000. من لكعب بن الأشرف يقول رسول الله يوم من الصحابة يقول لهم من لكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله. شنو كان يسوي كعب؟ يقول شعر في رسول الله، يتغزل في نساء المسلمين، خبيث، رجل خبيث من قادة يهود، وكان لسانه قذر، بس بلسانه ترى كان يسب الرسول ونساء المسلمين. فقال النبي يوما من لكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله. فاستأذن فتية من الصحابة، قالوا حنا يا رسول الله نتكفل فيه، توكلوا على الله. ودعهم النبي، راحوا وجابوا له راسح. الله أكبر، هذا نصر هذا الدين. سمونا إرهابيين، ما إرهاب. الآن قاعدين يقتلون 3 أيام 4 أيام، يسفكون في دماء المسلمين، حرائر المسلمين في فلسطين، ويسفكون الدماء في العراق وفي أفغانستان، ومدرسة كاملة هدمت على رؤوس أهلها. هذا كله إرهاب، هذا كله سياسات عاقلة عادلة. يعني كان الواحد ما يدري يا جماعة، يبون يقولون لنا الليل نهار والنهار ليل، يبون يقولون حق الواحد 1 زائد 1 مو 2، يعني اسمع وأطع. كأن سياسات الآن هذا الزمن ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد لننصر رسول الله. والله وإن كلفنا هذا خسارة أموالنا وأرواحنا وأبنائنا. لا تقولون المرة اللي طافت كان في سلبيات، صح في سلبيات، لكن السلبية الكبرى في هذه المرة إن ما في أصلا شعور، ما في عاطفة. ما أدري هل هذا اللي يريده بعض الناس. وأنا أرجو من بعض الناس لا يأتي ويقول لا ترى المقاطعة ما تجوز لأن ما فيها إذن. رجاء يعني شوي أخر كلامك. المسلمون لابد أن يقاطعوا، مو فقط المنتجات الاقتصادية بل دبلوماسيا وسياسيا. وأنا أحمل قادة المسلمين المسؤولية عند الله يوم القيامة. وأنا إذا سألني الرب عز وجل يوم القيامة أقول يا رب قلت، لكن من قادة المسلمين استجاب؟ أنا ما بيدي شيء، أنا ما بيدي أني أروح أطرد السفير ولا أطرد السفارة ولا أغلقها، أنا ما بيدي، لكن أحمل كل قائد إسلامي هذا الأمر وليجب عند ربه يوم القيامة. نصرت نبيك ولا ما نصرته؟ معنا اتصال. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير دكتور نبيل. حياك الله أختي، دشي مباشرة في الموضوع. دكتور يعني ودي لو أبي أعطيك معلومة وأشارك فيها. تفضل. أنا أعطيك معلومة، يعني ليش ما حنا نضربهم بدل هم يضربوننا. كم عمرك حبيبي، كم عمرك؟ 14. 14 سنة. تقصد منو حنا نضربهم؟ يعني نضربهم بدل هم يسبون النبي، حنا نقاطعهم ونرسمهم. ماشي. عافية والله يحفظك، وإن شاء الله أنت تكون بطل من أبطال المسلمين. الله يحفظك ويخلي قرة عين لأمك وأبوك، وشد حيلك بالدراسة، وشد حيلك بحفظ القرآن، وشد حيلك بتمسكك بهذا الدين. هذا الرسالة أبي أوجهها بس حق قادة المسلمين. ترى الطفل ب14 سنة قاعد يقول ليش حنا كلنا ننطق؟ ليش بلادنا اللي مباحة بس؟ ليش يا جماعة مساجدنا اللي تهدم، نسائنا تغتصب، أطفالنا يموتون، يقتلون؟ ليش الأخبار ما في إلا قتل مسلمين؟ شوفوا أي أخبار، ترى حتى CNN والBBC، أقصد الأخبار العالمية، ترى أول أخبار المسلمين، قتل المسلمين. ليش؟ الطفل يتساءل ليش بس حنا؟ ليش ما يصير يوم من الأيام إحنا نتولى زمام الأمور، حنا يعني ننشر العدل في العالم، حنا نوقف الظلم عن الناس، حنا نقول لمجانينهم كفوا عن حربكم وكفركم هذا. ليش؟ الطفل ب14 سنة قاعد يوجه رسالة لممثلي الأمة. المجالس البرلمانية اللي يسمونها برلمانات ويسمونها ديمقراطيات ويسمونها ما يسمونها، إخواننا الدعاة والمصلحين والمفكرين ومثقفي الأمة، ترى الطفل ب14 سنة قاعد يقول ليش حنا بس ندافع؟ ليش مو إحنا نتولى المبادرة؟ أنا لا ينتظر واحد مني شيء ترى يا جماعة. أنا ما راح أقول لك الآن بكرة في مظاهرة مكان الفلاني ولا في اعتصام ولا لا، أنا قاعد أقول يا جماعة اللي بيدهم القرارات والسياسات، حركات الطلابية أحيانا ترى تسير الجموع المجتمعية كلها، أحيانا المثقفين، أحيانا مجلس أمة قد يسير الشارع العربي. إذا فقدنا الأمل في بعض القادة ما نفقد الأمل في الأمة كلها. الخير باق في أمتي إلى أن تقوم الساعة. النساء أحيانا أفضل من كثير من الرجال،
وليزعل من يزعل. أحيانا بعض النساء والله تنصر دين الإسلام أكثر من بعض الرجال. بعضهن ربما تقاطع وتتكلم وتكتب في الصحف والجرائد وتتكلم في كل مكان، وربما ترفع الأعلام، وربما ترفع اللافتات على سيارتها، على شعاراتها. يمكن بعض النساء تفعل أكثر ما يفعله الرجال. ممثلي الأمة، قادة الأمة، مفكرو الأمة، خلوا خلافاتنا الجانبية شوية على صوب، خلونا نتكلم عن من يسب نبينا. إذا العالم الغربي مو راضي يفهم إن إحنا يا جماعة عندنا خطوط حمراء، إذا عندهم قوانينهم تسمح بسب نبينا وقوانينهم محاكمهم تبرئ كل من يسب نبينا، ترى الظاهر الدبلوماسية والقانون ما قاعد ينفع فيهم. لازم نصحيهم، نوعيهم على الأقل بصوت، على الأقل بصراخ، على الأقل بتجمع، على الأقل باعتصام، على الأقل نطلع بالتلفزيونات نقول لهم يا عالم غربي اصحى، ترى لكم دينكم ولي دين. يا دعاة حوار الأديان، بسكم تمويت للأمة وتخدير للأمة. احنا ما نقول ما في شيء اسمه حوار، لكن نقول ولهم حلقة. أنا أبشر الشيخ وجدي، أبشر أن شاء الله في حلقة لدعاة حوار الأديان، نبي نبين هم وين ماشيين. ترى الأمة أحيانا ماشية بطريقهم، ماشيين بطرق ثانية، ضايعين أحيانا، مضيعين الطريق. ولو بس يلتفتون وراهم لا علموا أن ترى ما حد صوبهم، ما حد يمشي وراهم، قاعدين يغردون خارج السرب. تحاورون من؟ وناس يسبون ديننا ونبينا. مستشارة الألمانية شو تقول؟ الاتحاد الأوروبي شلون يهدد؟ شوفوا الدنمارك ايش تفعل؟ استراليا ماذا تقول؟ معاهد في أمريكا ماذا تسب وتلعن ديننا؟ يا جماعة وبعدين تقولون لا احنا خلنا نتخذ أساليب دبلوماسية، خلنا نرفع قضايا، جماعة يضحكون علينا والله. تضحك علينا، تقول هذه أمة الإسلام. هل حقا روضت أمة الإسلام؟ أنا أبي كل واحد سمعني من الآن يبادر، يكتب، ينشر، يجتمع مع المسؤولين، مع القادة، الجمعيات التعاونية اللي تسربت إليها بعض المنتجات، نقول لهم ترى خافوا الله في المسلمين، ترى أنتم سبب لإضعاف هممهم، أنتم سبب لنصرة الدنمارك على رسولنا. أسواقنا الخليجية أكثر أسواق مستهلكة. اتقوا الله في أمة محمد. إذا أردتم أن يكون شفيعا لكم يوم القيامة خافوا الله. خل نخسر بعض الأموال لأجل رسول الله، والله يستحق. مو بس أموالنا، أرواحنا فداء له. نعم الأمر يحتاج إلى تعقل وانضباط، لكن نبي شوية عاطفة، شوية حماس، شوية هم لأجل رسول الله، لنتمسك بدينه، لنطبق شريعته. كل الدول التي لا تطبق شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنها لا تحبه حقا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الحلقة القادمة موضوع آخر جديد، نتكلم عن بعض القنوات الساقطة التي بدأت تدمر عقيدة المسلمين. في قنوات ما راح نقول لكم شلون قاعدة تنخر في العقيدة، مو بالأخلاق، لا، بدأوا الآن ينشرون الكفر والشرك في صفوف المسلمين. القضية راح نخلي الأخلاق جانبا الآن في حلقات جاية، لكن الحلقة القادمة عقيدتنا وتوحيدنا يهدم من قبل بعض الفضائيات التي تساندها شركات اتصالات في عالمنا العربي. شنو هذه القنوات؟ وشنو تفعل في المسلمين؟ ومن روادها؟ وشلون قاعد تنطلي عليهم؟ كونوا معنا، لكن في الأسبوع القادم استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.